خليك صادق مع نفسك شوية. كم مرة فتحت حساب شخص بس عشان تشوف وش ينزل، طالع الصور، تشوف مين يعلق، مين يسوي لايك، وتقول اللي في بالك عادي بس شوية فضول. بس تعال خذ الموضوع بجد، هذا الفضول صار إدمان وانت ما تدري. من زمان الفضول شيء طبيعي، نبي نعرف عن الناس، نفهمهم، نتابعهم. بس اليوم صار الموضوع زيادة عن اللزوم، صرنا نعيش في حياة غيرنا أكثر من حياتنا، نفرح لنجاحاتهم، نغار من رحلاتهم، ونقعد نقارن نفسنا فيهم بدون سبب. السوشيال ميديا مو جاية تسليك، جاية تخليك مدمن. الخوارزمية تعرف كل شيء، وش تحب وش يلفت نظرك، حتى كم ثانية وقفت عند بوست، وتبدأ تغذيك بشيء واحد: خليك هنا أكثر. لين تصحى بعد ساعتين وتقول شلون الوقت طار. بدينا نعيش وهم، نحسب الناس اللي نتابعهم حياتهم مثالية وكلهم مرتاحين وسعداء، بس الحقيقة كل واحد عنده وجعه بس ما يصوره. واحنا نصدق الصورة ونجلد أنفسنا بالمقارنة، نلبس مثلهم ونروح أماكنهم ونحاول نعيش نسختهم وننسى أنفسنا. مو غلط تتابع ولا غلط تشوف وش يصير، بس لما تصير مهتم بحياة الناس أكثر من نفسك هنا المشكلة. جرب يوم تسكر من الجوال وتعرف وتعيش لحظتك الحقيقية، صدقني بتحس أن الحياة أوسع بكثير من شاشة صغيرة.